السلام عليكم، مرحبا بكم في كلمة لقلبك. اليوم بغينا نهضروا على إحساس كنعيشوه كاملين في شي مرحلة من حياتنا. إحساس التأخير، كنشوفوا أحلامنا بعيدة طريق طويل، وكنحسوا كأن الأبواب مسدودة، وكيطلع السؤال: واش هاد التأخير رفض ولا غير تهيئة؟ خاصنا نعرفوا حاجة مهمة، ماشي كل تأخير هو رفض. بزاف المرات التأخير كيكون تهيئة. يمكن الله سبحانه وتعالى كيوجدنا من الداخل، كيوجد فينا الصبر وكيقوي فينا التحمل، باش منين توصل الحاجة نكونوا قادرين نتحملوها. حنا كنشوفوا غير اللحظة اللي حنا فيها دابا، ولكن الله سبحانه وتعالى كيشوف الطريق كامل. واخا ما نبدل والو دابا، راه التغيير كيبدا من الداخل. حنا كنقولوا كنتعلموا كنكبروا خطوه بخطوه، خاصنا نصبروا وما نقساوش على راسنا، ما نقارنوش طريقنا بطريق شي حد اخر. كل واحد فينا عنده توقيت ديالو، وعنده رزق ديالو، وعنده لحظة الفرج ديالو. حنا ما ضعافش إلا تعبنا، وما فاشلينش إلا طال الطريق. حنا غير بشر، وكنديرو أقصى ما نقدرو عليه، وحتى النية ديالنا محسوبة عند الله سبحانه وتعالى. حتى إلا ما وصلناش دابا للفعل ديالنا، إلا كنا دابا كندوزو من مرحلة التأخير، ما خصناش نفقدو الآمال. نخليو قلوبنا حية، ونخليو الثقة في الله سبحانه وتعالى ثابتة. كنرحب بكم من القلب في قناة كلمة لقلبك، ونتلاقاو في فيديو جديد نهار الخميس إن شاء الله بإذن الله.